السلام عليكم، عاملين ايه؟ مساكم بألف خير. هنتكلم عن لو انت داخل اولى كلية فعاوز اتكلم معاك شوية حاجات كده. اول حاجة، لو انت كنت مرحلة تانية او مرحلة تالتة، هنتكلم الاول في المرحلة التانية. اول حاجة، في كليات كده محدش بيبصلها او بيقللوا منها وبيقولوا يقولوا ايه يعني ما عادش اللي ديت، زي اداب، تربية، زراعة، تجارة. في تجارة انجلش تكون حرفيا تحفة، ليها مستقبل وكده. وفي اداب، علم نفس، دول ممكن ياخدوا سنتين ويطلعوا اخصائيين. وفي اداب انجلش، وفي اداب الماني، في زراعة تغذية، وفي زراعة قسم تحاليل، و... وهي تربية فكرة تحفة ان كانت انجلش او عربي او وهكذا. تمام. أم، لو حاسس ان هي انك اتظلمت او الدنيا جت عليك قوي فما تزعلش، النهاية ما جاتش، احنا لسه بنبدأ الطريق، لسه بنسمي. الثانوية العامة دي كنقطة، في ناس حرفيا بتبدأ مستقبلها من بعد الكلية. ممكن تشدي حيلك قوي وتخش الكلية، وبعد ما تخش الكلية تبقى معيد، تبقى دكتور احسن من بتاع الطب البشري. فالفكرة هنا، تمام، ان انك اتظلمت او متظلمتش او جبت مجموع او ما جبتش مجموع، فالنهاية بتكون واحدة. احنا كلنا مكملين بعض. يعني تخيلوا مثلا العالم كله مهندسين ودكاترة بس، أطباء ومهندسين. طيب، لو مين اللي هيساعد المهندسين ومين اللي هيساعد الدكاترة؟ لو مفيش ممرضين، طيب لو مفيش عمال نظافة، مين اللي هينظف المكان؟ لو مفيش مثلا دكتور أسنان، لو مثلا مفيش مدرس، هو المدرس أصلا هو اللي ساعد الدكتور إن هو يوصل. جميل كده، جميل. فنبدأ في الأساسيات اللي هو لو دخلت الكلية بتكون 4 سنين أو 5 سنين أو 6 سنين على حسب انت في ايه. الفكرة هنا ان الكلية مش مكان زي ما هما بيقولوا، مكان اخبط في زميلي وابدأ احبه. مفيش الكلام ده. في امن وفي معيدين وفي دكاترة والدنيا حرفيا بتكون صعبة جدا. يعني لو فكرت انك تصيع، هتاخد رفض او هتاخد تأييد او هتاخد مثلا ايه، تأجيل. مصاريف الكلية بتكون كتير. يعني انت مش فاكر انك خلاص ثانوية عامة فخلاص الكلية كده سلام عليكم، لا، بالعكس. ولازم لو انت داخل مثلا اداب، فاداب بتكون 4 سنين، فانت لو دخلت اداب حلو، فانت لازم تاخدها في ال4 سنين، بلاش تاخدها في الستة. طيب اعمل ايه؟ انتظم واحضر محاضراتي واذاكر. طيب هو ينفع اشتغل وانا بذاكر؟ يعني اشتغل وانزل كلية؟ يعني مثلا ممكن مثلا تشتغل في محل، وانت بتتفق مع بتاع المحل، حضرتك انا بيكون عندي مثلا يوم الاثنين ويوم الخميس مثلا محاضرات مهمه جدا، فانا لازم انزل. هو طبعا هيوافق، ولو مش هيوافق تسيب المكان على طول. طيب انت بتنزل مثلا، انا كايمان بنزل كل يوم، بس هو في كليات بتنزل يومين او 3 ايام على حسب. بس مش كل الايام مهمه، يعني في ايام انت ممكن مثلا تعديها ما تحضرهاش، فالوقت اللي انت مش هتشتغل فيه ممكن تنزل فيه وتشتغل فيه عادي. حلو كده، حلو. طيب لو انا مثلا بشتغل في محل ملابس، وانا استاذنت من اللي هو الباشا اللي كان عليا، يعني ان انا مثلا هروح اشتغل يومين ثلاثه ان انا هنزل يومين ثلاثه، وافق. طيب اول ما هاجي من الكليه، لو مش هذاكر انا هبيض المحاضرات بس. يعني ايه ابيضها؟ يعني هما الدكاتره بيشرحوا على سلايد، تمام، او بيبعتوا بي دي اف. في ناس كتير جدا بتبع بي دي اف. هما عموما كده كده بيسلموا كتب، بيسلموا سي دي. انت بتاخد السي دي توديه المكتبه، المكتبه بتطبع كتب. كنصيحه، عاوز تطبع كتب اطبعها، بس هو احسن حاجه ان هي بتطبع، يعني تكون كويسه وكده. طيب لو طبعتها فانت كده تكون في الامان، تذاكر. حلو. في دكاتره بيشرحوا من اللي هم بيشرحوه الامتحان بيجي منه، وفي ناس لا، في ناس مثلا بيشتغلوا من قلب الكتاب. هو الكتاب بس بيكون في سبوره كده، تمام، وقبلها وجنبها بالظبط سلايد، عشان المدرج بيكون كبير جدا. فالفكره هنا ان هو نبقى قاعد في الركن ده، مش قاعد قدام السبوره، فاهمين؟ يعني هو بيكون ركن وركن. طيب اللي مش قاعد هنا، مش قاعد قدام السبوره، هو لازم يشوف، فيعمل ايه؟ يروح قدام، يعني في سلايد بتعكس الكلام. ما علينا من الكلام ده، بكره تروح وتشوفه. طيب، اول حاجه في متر وفي فاينل، اللي هو الامتحان الاخير اللي هو بتاع اخر السنه وبتاع الشهر. طيب هما بيتحسبوا ازاي؟ اول حاجه، في كليات بيكون
النجاح بتاعها من 30 بس، وفي من 50، وفي من 70. حلو. على حسب ايه؟ على حسب الدكتور اللي بتشتغل معاه. اول حاجه اسال اللي قبلك كان مثلا انا بيديني مثلا دكتور محمد، طيب وانا في تانية اسال اللي كانوا في تانية اللي هم حاليا داخلين تالتة وانا داخل تانية، اسالهم هو دكتور محمد نظامه ايه، نظام امتحاناته ايه، عشان ده يساعدك. طيب انا فهمت ان دكتور محمد مثلا اللي بيشرح بيجيب منه، اكتب على طول محاضر المحاضرات بتاعته واكتبها كويس. لما لو رحت سالت الدكتور في نقطه او في حاجه، هو بيجاوبك عادي، يعني ما بيقولكش لا انا مش هجاوبك، او مثلا بيقعد يقلل منك او بيحطك في دماغه، لا عادي. يعني مثلا لو انت سالته في الجزء ده انا ما فهمتوش، بيشرحوا عادي، والله يا جماعه بيشرحوا عادي، وبيقعد ويجيب لك امثله ويحاول معاك بكل النهايات. ما تسمعش كلمه حد معلش ما تبقاش تسال الاستاذ الفلاني اصلا ما بيجاوبناش، لا بيجاوب. ما فيش دكتور بيخش الكليه من غير ما يشرح ومن غير ما بص، هو كل واحد جوه ضميره، بس في معظم الناس كويسين. انا الكليه بتاعتي كلهم كويسين وكلهم بيشرحوا وكلهم بيدونا حقنا. مفيش حاجه اسمها الدكتور ده بيظلم او الدكتور ده بيستقصد، لا والله بالعكس. انت على فكره لو مش مهم ان اروح عنده مش يعني مش مهم، يعني مثلا دكتور احمد مش مهم يدي كورس نهائي عشان اروح عنده عشان ما يسقطنيش. حبيبي انت لو حل كويس في الميد ترم ومسلم الشيت بتاعك ومسلم كل التسليمات اللي عليك وعامل برزنتيشن كل حاجه عليك انت مسلمها تمام، انت هتاخد درجه نهائيه وتاخد امتياز عادي. فالفكره ان مفيش دكتور مثلا انا لو سالت طيش فاشل، مفيش حاجه. انت حاليا عشان تجيب امتياز تمام بتتعب وبتذاكر اكتر. يعني بص انت لو ذاكرتوا نص المذاكره بتاع الثانويه العامه بس انتظمتوا عليها بتجيبوا مجموع تكونوا كويسين جدا وبتجيبوا امتياز وبتجيبوا ترتيب دفعه عادي. فالفكره هنا ان احنا لازم نذاكر. حلو. عمو بتاع الامن احنا بنحترمه جدا وبنقول له يا عمو حضرتك. الست الفراشه او عمو الفراش اللي هو العميل احنا بنشيلهم على دماغنا، هم لولا هم تمام المكان مش هيكون نظيف تمام، فاحنا نحترمهم. طيب حاول انك ما تسقعش نفسك قوي. في شويه شله بيقعدوا ورا كده بيكونوا على طول عند الدكتور اللي هم ماشيين، حاول تقعد في النص او في قدام. انا بقعد في اول بنش على طول. حلو. طيب في ناس كنت عايزه اقول حاول انك تذاكر على طول، حاول انك تسلم الشتات على طول. حاول انك يعني لو في دكتور بياخد الغياب فاعرف ان هو بيكون عليه 10 درجات، وال10 درجات على حسب. لو في حاجه اسمها assignment اللي هو الغياب تمام لازم تكتب اسمك، ما تقعدش تقول هو مش مهم يعني 10 درجات، ما هم 10 درجات اعمال سنه و10 درجات. يعني الدكتور بيديك 10 درجات تمام، والميد ترم من 10 والغياب من 10. في ناس بتحسب الميد ترم من 20. الميد ترم بيكون بصوا هو بيشرحه وبعدين يقول لك مثلا الميد ترم الاسبوع الجاي. طيب انا اعمل بذاكر من الاول خالص لما انا وقفت كويس. زميلتي بحترمها جدا، وبلاش الارتباط في الكليه، وبلاش الحب في الكليه، وبلاش انك تصاحب. يعني انا لو ولد ما صاحبش بنت، ولو انا بنت ما صاحبش ولد. بلاش الصحاب. لان الدكتور او الدكاتره عموما بيبصوا لكم بصات وحشه. وبتكون عند الدفعه دفعه وحشه تمام. ممكن احتاج لزميلي بس يعني لازم ده فعادي، واتكلم معاه بحضرتك واتكلم معاه باحترام جدا، ما عندوش مشكله يعني. طيب لازم تحضر السكشن، ان السكشن بيكون جزء من الماده تمام. يعني مثلا السكشن بتاع الانجليش مثلا، السكشن ده احنا لما اخر السنه تمام بيكون في اصلا السكشن ده بيشرح ماتيريال عادي. في اخر السنه انت بتمتحن في الماده الاساسيه وفي الماده السكشن. حلو. الاستاذ اسمه دكتور تمام، وبتاع السكشن دكتور برضه، هو بيكون معيد بس احنا بنقول دكتور. حلو. العميد بيكون دكتور برضه. حلو. الواجب اسمه assignment. بس يعني كنت عايز اتكلم على حاجه عشان تلتزم عشان تعدي سنينك ما تتخانقش مع حد وما تتشكلش مع حد، وخلي سيرتك كويسه دايما. اكتر من مهمه، اكتر نقطه اصلا انا فاتحه في الفيديو ده ومسجلاه عشان اصلا النقطه دي اللي هو اخش اهليه ولا اخش خاص ولا اخش حكومه. بص يا عزيزي، لو انت باباك ومامتك ماديين كويس تمام مش هتضغط عليهم، وعندك اخواتك برضو تمام، ممكن تخش خاص عادي، ما تشيلش هم النقطه دي.
لو دخلت خاص انصحك انك تخش صيدله، يعني بصراحه، لان انا بحس ان هي يا صيدله يا حسابات ومعلومات، دول بصراحه اللي بحس ان هم يستاهلوا الفلوس. يعني طب بشري بحس ان هو فلوس على افوار. وخلي بالك انت لو دخلت انت بص، انت لو دخلت اصلا خاص انت بيكون عليك ستريس كتير جدا. ليه؟ لان يعني مثلا السنه بتكون ب80 او ب90 الف، فالموضوع بيكون مكلف، وبالذات بقى انك ما بتكونش مضطر انك تخش سمر ده اللي لو قدر الله شلت ماده بتخش فيها سمر عندنا ب2000، يعني ب1000 وشويه. انت على حسب بقى، او على حسب انت في كليه ايه. فانت بتضطر انك في الوقت ده انك تجيب تقدير جدا، عشان برضه السنه الجايه يجي لك عيان تقول له مدفون الفلوس. حلو. فلو قدامك صيدله علاج طبيعي علاج بيطري، خش صيدله. قدامك علاج طبيعي وعلاج بيطري وعلوم، خش علوم. قدامك تربيه واداب، خش تربيه. خش اداب، لان اداب بتكون المواد بتاعتها قليله. قدامك خدمه اجتماعيه واداب، خش اداب. قدامك خدمه اجتماعيه وتربيه رياضيه والحاجات دي كلها، خش خدمه اجتماعيه. قدامك خدمه اجتماعيه واقتصاد منزلي، خش خدمه اجتماعيه. على فكره خدمه اجتماعيه كويسين جدا، بيشتغلوا اخصائيين نفسيين راحوا في الكليه اخصائيين نفسيين في المدرسه، ممكن يفتحوا عياده باسمهم عادي ويكون بيتلقبوا باسم دكتور. واقتصاد منزلي كويس برضو، واداب كويس برضو، كليه اثار تحفه. هو فكرة ان كل المجالات تحفة تمام، بس انت لو اضطريت مثلا انك تتزنق وتخش مجال كويس حكومي عادي من غير مصاريف ومن غير اي حاجة وخاص، حاول انك تخش حكومي بجد. يعني بحس ان الفلوس في الكليات ده عادي، هو مش شرط يعني، على حسب انت عاوز ايه. بس ان قبل ما تفكر انك تخش خاص او تخش حكومي، فكر في الفلوس المادية اللي معاك. تمام كده.